شامت وداعم. كشفت الفنانة الجميلة لقاء سويدان عن تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية. قالت الفنانة لقاء سويدان في فيديو عبر برنامجها: الحقيقة الغلط التي أعتقد أنني ارتكبته، ربنا أعطاني المرض ده عشان أفهم، لأني دايما بقول إن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. قلت أشوف الحلو في المرض اللي أنا فيه، إن ربنا أعطاني الفرصة أن أعيد التفكير تاني في حياتي وفي طريقة تعامله مع الناس ومع نفسي ومع المشاكل ومع الآخرين إزاي، ومش المفروض إني أعطي الفرصة لحد إنه يؤذيني نفسيا وأنا بصوت عالي هدافع عن نفسي أو أعمل كذا أو أدافع. هل سمحت لحد إنه يأثر عليا في المنطقة دي ويفضل جوايا ولا لأ؟ وده المفروض نقدر نتحكم فيه والمفروض مسؤولين عنه. ذكرت الفنانة لقاء سويدان قالت: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك ألف حمد، شكر على فضلك ونعمتك. أنا جالي العصب السابع بناء على حالة نفسية صعبة وسيئة كنت فيها وضغط عصب بقاله كذا سنة، وكنت بكتم أظهر قوتي اللي حواليا، شوفوني ست قوية، بس محدش قوي 100%. يمكن أنا اتخذلت من ناس كتير قوي، يمكن في ناس كنت بعتبرهم مني قريبين قوي وما طلعوش كده. الفترة الزمنية اللي احنا فيها ضغوط كتير، بنصحكم تدوش للي حواليكم فرصة أثروا عليكم، ما تضغطوش على نفسكم وما تزعلوا نفسكم، عشان الزعل يجي في يوم يتحول لمرض. خفوا على نفسكم ونفسيتكم. اما انا الحمد لله شاكرة ربنا على اللي انا فيه وراضية الحمد لله يا رب. الفنانة لقاء سويدان وليد 5 أغسطس 1972، عمر 53 سنة، جوزت من الفنان حسين فهمي في الفترة من 2008 ل 2012. شفت الفنانة لقاء سويدان إصابتها بمرض العصب السابع اللي سيطر على تعبير وجهها، سبب في الضعف المفاجئ في عضلات الوجه الجانبية. حرص عدد من الفنانين لدعم لقاء سويدان أزمتها الصحية. الفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور كتبت وقالت لها: ربنا يشفيك يا حبيبتي، يهون عليكي. حرصت الفنانة الجميلة هنا الزاهد على توجيه رسالة للفنانة لقاء سويدان، كتبت فيها: ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا رب. شفت الفيديو قفت وزعلت جدا، كلامها مهم جدا. فنانة لقاء سويدان ربنا يشفيكي يقومك لأهلك بالسلامة. ردا على الشامتين في مرض الفنانة لقاء سويدان، ردت الفنانة سما المصري عليهم وقالت خلال منشور نشرته على الفيسبوك على حسابها الشخصي: الناس اللي شمتنا في وجه اللقاء عشان باظ، انتم كنتوا بيطيبكوا ايضا ما احترقوا وجهكم على الاقل وشها كده فضل ربنا، بروا على نفسكم ووشكم باظ بفعل سبتوا حقكم بعد ما حلفتم انكم مش هتسيبوه. بلاش الشماتة وحشه، ربنا كبير وبكره يشفي لقاء، دي حاله نفسيه مش حاله جلديه. اطف بعبادك يا رب، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا لقاء، اصبري واحتسبي يا حبيبتي، قولي يا رب. قول للفنانه الجميله لقاء سويدان: اعظم ابتلاء بيبتلى به الانسان هو المرض، ربنا يشفيكي ويعافيكي، وقادر ربنا ان يزيح عنك. تقول للشامتين محدش يشمت في المرض لان محدش ضامن نفسه، زي ما ربنا اعطى لقاء سويدان هذا الابتلاء قادر ان يزيحه عنها، وان المؤمن مبتلى. في الاخر بنقول لها ربنا يشفيكي ويعفو عنك ويعافيكي. باني قوي قوه ايمانها رغم ان هي في شده في ازمه، انها طالعه بتقول انا راضيه. خلي بالكم من نفسكم ومن نفسيتكم وما تناموش وانتوا زعلانين وما تزعلوش. انسانه عندها حاله كبيره جدا من الرضا، وان شاء الله ربنا هيشفيها ويعافيها باذن الله. من فضلكم كل من دخل قناتي ادعوا لها بالشفاء العاجل. الفنانه لقاء سويدان طلعت بتنصح الناس لهم ما تزعلوش وخافوا على نفسكم وعلى صحتكم، ما تضغطوش نفسكم، تقولي اللي عندها ده فضل ونعمه من ربنا، دي تستحق الدعم مش تستحق الشماتة. ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وان شاء الله باذن الله ربنا يشفيها. المرض ده مش بعيد عن اي حد، كل حاجه بايد ربنا. وللشمتانين ربنا يكفيكم شر نفسكم.